من جديد يسعد صباحكم مستمعي ومتابعي إذاعة بوير اف ام بفقرتنا الطبية الأسبوعية. اليوم راح نتحدث عن جهاز مهم في المجال الطبي وهو جهاز أولمبوس 180. لتحدث حول هذا الجهاز الذي يستخدم للتنظير الهضمي معنا الدكتورة رؤى سلوم الأخصائية في الأمراض الداخلية الهضمية. يسعد صباحك دكتورة رؤى. صباح النور، أهلين. يا أهلا وسهلا فيك وشكرا أهلا. لانضمامك معنا للحديث حول هذا الجهاز المهم. بداية دكتورة، ما المقصود طبيا جهاز أولمبوس أو منظار أولمبوس 180؟ ما المقصود بالمنظار بداية، وما هي عملية التنظير الهضمي؟ أول شيء بحب أشكركم على إتاحة هذه الفرصة تعريف المستمعين بأهمية التنظير الهضمي وآلية عمله. نعم. المنظار هو عبارة عن جهاز طبي مرن بشكل أنبوب مزود بكاميرا دقيقة بيستخدم لفحص الجهاز الهضمي من الداخل. نعم. تحت تخدير خفيف أو موضعي. يعني التنظير الهضمي هو إجراء يمكن الطبيب من رؤية الأعضاء الهضمية من الداخل بدقة، وبيساعدنا بالتشخيص ومعالجة بعض الحالات دون الحاجة للجراحة. نعم، إذن هي أداة يكون هناك في هذا الجهاز أو هذه العصا أو هذا العصا كاميرا للكشف عن حالة المريض داخليا. تماما. هذه هي هذا هو المنظار بشكل عام. دكتورة، لنتحدث عن هذا الجهاز بشكل خاص أولمبوس 180، ما هو هذا الجهاز؟ هو يعتبر من أحدث الأجهزة المتوفرة حاليا. نعم. بيتميز بجودة الصورة عالية الدقة. نعم. مرونة أكثر، فهذا الشيء بيساعدنا أكثر على تشخيص دقيق وتدخل آمن وفعال. نعم. ما هي استخدامات هذا الجهاز، وفي أي الأنواع من التنظير يستخدم هذا المنظار؟ هلا نحن عندنا نوعين من هاي الأجهزة. في عندنا تنظير هضمي علوي. نعم. بيشمل فحص المري، المعدة، الاثني عشر. تنظير الهضمي السفلي بفحص الكولون كامل مع المستقيم. بيساعد هذا التنظير على التشخيص وأيضا في بعض التداخلات العلاجية. إذن بيستخدم التنظير العلوي والتنظير السفلي هذا الجهاز. نعم. وهو نعم. وسيلة للكشف والمعاينة وأيضا في العلاج كما أشرتي. ببعض الحالات. في بعض الحالات. خلينا نعرف منك دكتورة رؤى، ما هي الأمراض التي يمكن أن تشملها استخدامات هذا المنظار في الكشف عنها أو في علاجها؟ هلا هو بيساعد كتير كشف أمراض عديدة. بس أهم الأمراض أو أشياء الأمراض بيساعد نعم. تشخيص التهاب المريء، بعسرة البلع، بالفتق الحجابي، القلس المعدي، التهابات المعدة والقرحة المعدية، سرطانات الجهاز الهضمي بالعلوية والسفلية، النزف الهضمي وسوء الامتصاص، التهابات الأمعاء والكولون، أهمها كرون، التهاب كرون قرحي. يعني هاي أشياء الأمراض اللي ممكن نشخصها واللي ممكن نعالجها كمان، واللي ممكن نعالجها تماما. يعني مثل قرحة معدية ناسفة نتداخل على إيقاف نزف هضمي، استئصال بوليبات، تركيب بالون معدة لمعالجة البدانة دون الحاجة للجراحة. نعم. أخذ عينات للدراسة مشان الدراسة التشريحية. نعم دكتورة، لنفهم أكثر آلية عمل هذا الجهاز وكيف يستخدم سواء في التشخيص أو في العلاج. التشخيص يتم من خلال أخذ صور حية لجهاز لكي الطبيب يعاين ويفحص هذه الصور. نفهم منك أكثر الآلية. هلا الآلية بشكل مبسط هو إنه هذا المنظار بفوت بلطف عن طريق الفم. نعم. أو من الفتحة السفلية. طبعا المريض ما بيكون حاسس أو متألم، بيكون عادة تخدير خفيف. نعم. أو موضعي. وهي الكاميرا اللي حكينا عنها فهي بتنقل الصورة مباشرة إلى الشاشة. ويعني خلال التنظير فينا ناخذ عينات خزعات، فينا نعمل إجراءات تداخلية مثل تخسير قرحة نازفة، مثل ربط دوالي مري، توسيع تضيق مري، استئصال بوليب مثلا. يعني هي الآلية بشكل مختصر. نعم دكتورة، أشرت للخزعات. إذن هذا الجهاز أيضا يستخدم في علاج السرطانات.
يستخدم في تشخيص وكشفه المبكر. بيساعد. أما كعلاج فينا نحن نعتبره كعلاج مرحلة الأولى والمبكرة، يعني الساتو بيكون مثلا بشكل بولي، باستئصال بولي وبس. نعم. أما الحالات المتقدمة صارت بدها تدخل جراحة، بس نحن يعني التشخيص يقع علينا يعني. نعم دكتورة، هناك من سيسأل هذا السؤال: هل هو آمن الاستخدام دائما اللجوء لهذا المنظار في التنظير الهضمي؟ هلا نعم، هو بيعتبر إجراء آمن بس عند استخدامه من قبل مختصين. بس مثل أي إجراء استقصائي ممكن تصير عندك مضاعفات نادرة تعتبر، مثلا مثل التحسس. نتناول هذه المضاعفات. تفضلي. مثل مثلا يتحسس على هاي المادة المخدرة أو يصير عنده تهيج أو انسقاط. بس هذه الاختلاطات ممكن تصير بأي مركز عالمي، يعني هاي مسجلة بأي مركز عالمي ممكن تصير، ولكنها نادرة. نعم. يعني بالمختصر المريض ما لازم يقلق من هذا الإجراء، فهو آمن وغير مؤلم ومدته قصيرة وما بيحتاج أصلا البقاء بالمشفى. دكتورة، ذكرتي في سياق كلامك كلمة في حال استخدامه من قبل المختصين، هل هناك حالات يسمح باستخدامه من قبل غير المختصين؟ هلا هو من قبل الاختصاص الهضمية حصرا. بس إنه يعني يحتاج لفترة من الخبرة للممارسة العمل. عمل هذه الجهاز. نعم. برأيك ما المزايا التي توفرها وجود هذا الجهاز، وخاصة في منطقة غركيلاغي تم توفر أول جهاز في المشفى التخصصي لسكان تلك المنطقة؟ ما هي أهم المزايا التي تمت توفرها بوجود هذا الجهاز في ذاك المشفى؟ هلا أول شيء بتقدم بالشكر لإدارة المشفى وبالأخص أستاذ سلمان والدكتورة ردينا تعاونهم وسعيهم لتطوير هالمشفى وتقديم الأفضل للكادر الطبي والمرضى. وجود جهاز أولمبوس 180 بمشفى الحياة التخصصي يعني وهو الأول بالمنطقة رح يمكن سكان المنطقة من إجراء أدق الفحوصات بأحدث التقنيات دون الحاجة للسفر. مع يعني ضمان الرعاية متقدمة وفورية. تماما. بتحبي تضيفي أي شيء أو أي سؤال أنا ما سألت؟ تفضلي دكتورة. يعني المنظار بالأخير هو إجراء ما مخيف. هاي أهم نقطة يعني نوضحها للمريض، لأنه بيكون أخذ أفكار مسبقة عنه. بس هو يعني أداة تشخيص مبكر. ننصح الجميع بعدم التردد بهذا الإجراء وقت يكون في عنده أعراض، لأنه الكشف المبكر هو أساس العلاج الفعال. دكتورة، ما مصدر الخوف من استخدام هذا الجهاز برأيك لدى بعض الأشخاص واعتقاداتهم؟ فهو جهاز بالدرجة الأولى لا يتم اللجوء إليه بشكل جراحي، بالتالي هو بيوفر مسألة اللجوء المريض لجراحة الشخص والمريض للكشف والعلاج. فوين المخيف بالموضوع يعني؟ المخيف هو من الأشياء اللي بيسمعوها عنه. الشائعات يعني. أيوة تمام. فأنا دايما نحاول دايما نوضح للمريض هذا الأمر تماما. هو يعني مجرد أداة للكشف عن الأمراض وأحيانا أداة تشخيصية. تماما. أداة تشخيصية وممكن نتداخل يعني بعلاج بعض الحالات، وخاصة مسائل السرطانات. يعني كتير مهم بالمراحل المتقدمة يكون في صورة حية من داخل الجسم للكشف عن مرحلة السرطان أو الأمراض الأخرى. كتير الشكر لك دكتورة رؤى سلوم، الأخصائية في الأمراض الداخلية الهضمية، كنتي معنا عبر الهاتف. جزيل الشكر لك.